اشتغل في سوريا دائما موجودة الفكرة، بس اني اعيش واستقر هنيك هي لها علاقة في هل انا بدي اعمل اليوم، هل انا بدي اعمل عيلة ولا لا. فبدي افكر شوي ابعد من شغلي وابعد من احلامي وابعد من النوستالجيا تبعيتي. بدك تعرف هلا انه انا اليوم اذا جبت اولاد فهن ما دخلهم في كل هالحب والعاطفة والنوستالجيا اللي أنا عندي. فهل هو أفضل خيار أعطيهم إياه اليوم سوريا؟ هل أفضل نموذج اليوم أعطيهم إياه للحرية وللتعليم وللاحترام وللتعايش هو سوريا؟ ببين يوم اللي أنا بيكون عندي عائلة وبيكون عندي أولاد. إذا هالثاني أنا اليوم كان عندي أولاد، أنا اليوم ما برجع لسوريا بصراحة. برجع كريكاردو لحالي، بعيف عائلتي يمكن هون، برجع بساهم في دوري في يمكن أقول صناعة محتوى معين. وأساسا أجاني مشاريع من وقت ما مشاريع ما لها أي معنى. من وقت ما سقط النظام 9 الشهر كان في ناس تتصور، ما بعرف تصور روحوا وين تصوروا، لسه ما في كهرباء يعني. فايه ريكاردو يلا نزيل نعمل موسم جديد وبدنا خلصت ونجحت وخلص نجحت كل شيء. وقت هرب بشار صرنا جنة نحن. قلت له روح، انا لو معي وراه بنزل لانه بدي اشوفه، بدي احتفل، بدي انبسط. بنزل لانه عواطفي بالاراضي عم ببكي كده. بس هل انا انزل مشان لانه هلا لازم نشتغل فورا؟ خذ واعطي.